تخيل معايا كده يا صاحبي ان مصر زمان كانت عامله زي مسلسل رمضان، بس مش 30 حلقه، 7000 سنه، وكل موسم ليه فرعون جديد، واحد يبني هرم والتاني يحارب والتالت قرر فجاه انه اله الشمس. بس في الاخر المسلسل خلص، الفراعنه قالوا خلاص يا جماعه احنا كده تمام، نسيبها للي بعدنا بقى. القصة بدأت لما الفراعنة بقوا عاملين زي أي فريق فيه نجوم كتير، كل واحد عايز يبقى الكابتن، واحد يطلع يقول أنا الملك الحقيقي، التاني يقول لك لا أنا عندي كذا وعندي كذا، التالت يقول لك أنا ملك الشمس. الناس زهقت، البلد دخلت في دوخة كبيرة، الاقتصاد ضعف، الكهنة عاملين نفسهم وزراء، الضرايب بقت مولعة. في ظل الأزمات دي أي حد كان يعدي من جنب مصر يقول إيه ده؟ الدولة فاضية، يلا نخش نحاربهم، أكيد نحتلها. في يوم من الأيام دخلوا الفرس دخلوا مصر إنهم داخلين فرح مش معزومين فيه ومش بتاعهم أساسا، والملك وقتها كان اسمه بسمتيك التالت مش رز بسمتي. المهم حاول يقاومهم بس هم كانوا جايين جامدين، دبوا في مصر. المهم الفرس قالوا البسمتيك التالت اللي عننا، ومن ساعتها مصر بقت تحت حكم الفرس والفراعنه بقوا صفحه في الماضي. بس استنى، القصه ما خلصتش. راجل دخل مصر وهو لابس درع كده، ابتسامه خفيفه، لا كاريزما، بيقول فجاه يا جماعه انا جيت احتلكم انا كمان. بس الغريب بقى المصريين حبوه، قال لك الراجل ده محبوب مش عامل زي الفرس. وبعدين بعد ما مات بدا عصر جديد. المهم اسمه ايه الراجل ده بقى؟ اسمه اسكندر الاكبر، اسمه عصر البطالمه. البطالمه دول كانوا اليونانيين، بس قالوا ليه ما نبقاش فراعنه في اللبس، حتى اسماء زي بطلموس، بطليموس التاني، بطلموس الرابع، ليه ما نبقاش اسامينا غريبه زيهم؟ العيله كلها كانت عايزه تبقى بطلموس. كل واحد فيهم دخل الحكم يقول لك انا وريث اسكندر، انا وريث اسكندر، بس في الحقيقه عاملين زي النسخه اليونانيه للفراعنه. بعدين جت الكبيرة قوي كليوباترا، اخر نجمة في المسلسل المصري الطويل ده. كليوباترا كانت ذكية، كانت جميلة، انا بعكس، وفي السياسة شاطرة جدا، بس برضو الدنيا كانت ماشية ضدها. ولما الرومان انتصروا دخلوا على الخط وقالوا احنا اللي هنبقى ملوك دلوقتي. طبعا كليوباترا حاولت تنقذ الموقف، حبت القيصر يا شيخ، بعدين انطونيوس، اذبح يا شيخ. بس في الاخر الدنيا ولعت على الاخر. لما الرومان انتصروا طلعت قالت انا خلاص مش هلعب اللعبه دي تاني، ماتت. انتهت كل سلاله الفراعنه. انا باختصار يا فهمان، الفراعنه ما خلصوش عشان تعبوا، لا الدنيا اتغيرت، مصر دخلت عصر جديد، يا ريتها ما دخلت. المهم الرومان بقوا الحكام، والله حلوه، الرومان بقوا الحكام. ماشي يا شكرا، اتفضل. علينا الناس بقت تشوف الشمس من الشباك بعد ما قالوا احنا آلهة الشمس. لو سألتني نهاية الفراعنة كانت ازاي؟ اقول لك زي مسلسل عظيم، نهاية مؤثرة، محدش كان عارف النهاية هتحصل امتى، بس الأكيد انه سابوا أثر لحد النهاردة. يا رب وعدنا. طب يا فهمان لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، يا بنزل الفيديو كل 3 ايام هنا. يلا بقى عايزين الصفحة تكبر. ايه؟ سلام يا فهمان.